قبل استكمال الحديث مع ضيفي من القاهرة الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج وأيضا خرطوم رئيس تحرير صحيفة الجريدة الشيخ عبد العزيز. أهلا بكم مرة أخرى. دعني أتوجه إليك اللواء سمير. إذا كما تابعنا إعلان هدنة من قبل جانب واحد من قبل قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، كما تابعنا آخر التطورات قبل قليل مع مراسلنا، يبدو بأن هناك عدم التزام بهذه الهدنة. هناك أنباء عن اشتباكات في عدة مناطق تحديدا في العاصمة الخرطوم وقليلا خارج العاصمة. لماذا لم تنجح هذه الهدنة أيضا اللواء سمير؟ مساء صباح الخير لحضرتك وكل الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين بعيد الفطر المبارك. احب اقول لك في البدايه ان اي هدنه قادمه ستكون هشه ولن تستمر. كلا الطرفين يريد السيطره على الخرطوم. الذي سيسيطر على الخرطوم في اي مفاوضات قادمه سيكون وضعه على طاوله المفاوضات افضل واقوى. ومن هذا المنطلق بقول لحضرتك لن تكون هناك هدنه دائمه في الفترة القادمة، حتى لو قبلها كل الأطراف فستستمر الصراع العسكري بين كلا الطرفين، وكل طرف هيدعي أن الطرف الآخر لم يلتزم، لأن الكل يريد أن يدير معركة الخرطوم ويستولي عليها. الفترة القادمة أنا بعتقد أن قوات الدعم السريع قد تجد بعض الصعوبة. دايما بنقول ان القتال في الشوارع وقتال المدن هي اصعب مراحل القتال لاي قوات في العالم، وفيها نسبه استهلاك كبيره جدا للذخيره. هنلاقي ملايين الطلقات سواء طلقات الكلاشينكوف او الار بي جي استخدمت في الفتره القادمه. الذي سيجد صعوبه، ودي بقى وجهه نظر عسكريه انا اقولها ما يقولهاش يمكن اي حد من الاعلاميين، ان قوات الدعم السريع اعتقد الفتره اللي جايه هتجد صعوبه في انها تستمر في وجود هذه الذخائر، لانها ما عندهاش مخزون كافي، بعكس القوات المسلحه السودانيه. اي قوات مسلحه عندها خط اول وخط ثاني وخط ثالث، وعندها مخازن تقدر تعملها. حتى قوات الدعم السريع اذا حاولت انها تجيب ذخائر من اتجاهات اخرى خارج السودان، وزي ما شفنا اللي حصل ان القوات الجويه السودانيه مسيطره على محاور التحرك. واعتقد كان في تقرير امبارح ان حاولت قوات الدعم السريع انها تجيب قوات من خارج الخرطوم، فقوبلت وتم القضاء عليها من القوات الجويه السودانيه. فعشان كده انا بقول ان الفتره القادمه ستستمر اطلاق النار والمعارك في الخرطوم لسرعه الاستيلاء على الخرطوم. احنا كعسكريين دايما بنقول ايه؟ ان الجلوس على طاوله المفاوضات يعني مساحه للحل. هل يمكن اساسا نتحدث عن اي حل قبل اي حسم عسكري؟ وكنا طرحنا ايضا هذا التساؤل مره اخرى اللواء سمير، ما الذي يعني الحسم العسكري؟ هل فقط السيطره على المراكز الاستراتيجيه في العاصمه الخرطوم، السيطره على الخرطوم، هل هذا هو الحسم العسكري؟ طيب اسمحي لي انا هاخد وقت شويه كده عشان اشرح لك الموقف شكوي، لان كلنا في العالم النهارده عايزين السودان يعيش في سلام. انا وانا جاي الصبح الاستوديو هنا في القاهره بعد الناس ما صلت العيد كلهم بداوا يروحوا المتنزهات وعلى نهر النيل. حقيقه انا صعب عليا الشعب السوداني اللي مش قادر النهارده يستمتع بالعيد الفطر المبارك. النهارده الحسم العسكري لا شك هيكون له موقف كبير جدا لحل اي مشكله، ولكن تعالي نقول النهارده ثم ماذا؟ احنا كل شويه بنقول عايزين وقف اطلاق النار، ومن الذي يملك السلطه لاستكمال هذه القرارات؟ احنا عندنا 4 اطراف عالميه لها يد في هذا الموضوع. اول حاجه القوى العربيه، القوى العربيه ونعني بها اولا مصر. مصر هي اكبر دوله في المنطقه يهمها استقرار السودان. الامن القومي السوداني هو امتداد للامن القومي المصري. رقم 1 ان مصر والسودان تشترك الاثنين في تامين البحر الاحمر. رقم 3 ان مصر والسودان يهمهم استقرار السودان عشان في مشكله كبيره لحل مشكله مياه النيل. ان نخش على الطرف الثاني في القوى العربيه وهي المملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه يهمها ايضا استقرار السودان، لان كلا الدولتين السعوديه والسودان بيأمنوا البحر الاحمر. الحاجه الثانيه ان السعوديه لها دعم كبير قدمته ماديا خلال الفتره السابقه. الدوله الثالثه العربيه وهي الامارات العربيه، وهي لها ايضا
سي كبيره داخل القوى السودانيه لانها قدمت دعم كبير الفتره اللي فاتت للسودان. ده للقوى العربيه. نيجي نشوف القوى الاخرى التي ممكن ان تؤثر لضمان وقف اطلاق النار واستعاده السلام في السودان، وهي القوى الافريقيه. عندنا الاتحاد الافريقي والانجاب، وكلها عباره عن مناشدات لوقف اطلاق النار، وهناك كانت القوى الثلاثيه او الرباعيه اللي عايزه تيجي السودان من الانجاب، ولكن طبعا الظروف انه عدم استقرار والمطارات فمش قادره تيجي لحد النهارده. ولكن انا بقول ان هذه القوى الافريقيه ليست لديها القدره وخريطه الطريق لاجبار الطرفين على القبول على وقف اطلاق النار والدخول في سلام. نخش بقى على القوه الثالثه. يبقى احنا قلنا القوه العربيه ثم القوه الافريقيه، القوه الثالثه وهي امريكا والاتحاد الاوروبي. امريكا والاتحاد الاوروبي احنا شفنا بلينكن في الايام اللي فاتت اتكلم مرتين وثلاثه على كلا الاطراف، سواء حمدان دوكلو والفريق البرهامي، وكلمهم وطلب وقف اطلاق النار، ولكن للاسف لم يتم استجابه. امبارح سمعنا ان امريكا عايزه تنفذ عقوبات، وانا بعتقد ان الكلام ده لم يجدي طريقته. بل العقوبات اتحطت على السودان 30 سنه في عهد البشير ولم تنتج. اتعملت عقوبات على معظم الدول وعلى ايران وعلى غيرها ولم تنتج. العقوبات هتجوب تاثير على الشعب السوداني. فانا بعتقد ان الراي السليم لو كانت امريكا عايزه تدخل في هذا لازم ان ترسل مبعوث فورا الى السودان، مبعوث من امريكا يقعد مع كلا الاطراف عشان نصل الى حل. وبعدين ولكن الموقف في امريكا برضه الداخلي بيصعب على اتخاذ القرار. انت عارف النهارده امريكا هي في مرحله البطه العرجاء، ان الرئيس الامريكي جو بايدن من الحزب الديمقراطي والاغلبيه في الكونجرس من الحزب الجمهوري. اي قرار هيطلع هيتعارض من الناحيه الثانيه. الرئيس جو بايدن داخل على انتخابات وهيعلن الاسبوع الجاي ترشحه، فبتبقى القرار صعب الى حد ما. النهارده باقي الدول الافريقيه الاوروبيه مفيش يعني حزم كامل للدخول، ولكن عباره عن كلها تصريحات. حتى الامم المتحده الامين العام المتحده برضه عباره عن تصريحات ونناشد ونكمل. القوى الرابعه اللي ممكن تتدخل في هذا الموضوع وهو الصين وروسيا. روسيا الى حد ما مشغوله